السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعود عليكم الايام بخير يا رب وعلى الامة المسلمة كلها. دلوقتي كده انا عاملة فول في البيت لرمضان وللسحور. طبعا عارفين احلى حاجة طبق الفول كده على السحور اما تكوني انت عاملاه في بيتك كده بيبقى جميل قوي. وطبعا انا ما كانش عندي اللي هي الفوارة دي او الدماسة بتاعة الفول، فانا عملته في حله بطريقه كده سهله وبسيطه خالص وما خدش وقت الصراحه. انا كنت يعني متخيله ان هو ما اتعملش الا لازم في اللي هي الفواله بتاعته دي او الدماسه، فانا عملته في الحله وكان بصراحه ما خدش وقت واستوى معايا بسرعه. وشايفين ما شاء الله جميل ازاي، كهرمان زي ما بيقولوا كده. شايفين الحبايه بحبايته كده ومستوي. يمين انا بهرسه بالشوكة اهون مستوي خالص معايا. انت بقى تحطي له بقى البهارات بتاعتك او الدقة بتاعتك عليه وتظبطيه كده. وده كده المنظر بتاعه. يلا بينا بقى شوفوا انا عملته ازاي وسهل وبسيط جدا ازاي. طبعا ده كيلو فول انا غسلته كويس قوي، لازم تغسليه كويس ونقعته ليلة كاملة في مية لحد ما الحباية كده ايه كبرت معاكي كده وطرت. وده عدس برضو غسلاه. طبعا كده ايه انا هحط نص الفول كده واقوم حاطه العدس ما بينهم. دي كوبايه عدس، يعني بتديله لون كده وطعم الصراحه حلو. هننزل بقى بقيه الفول. اما بتكوني نقعاه بصراحه مش بياخد معاك سويه كتير زي ما الناس بتقول كده، تقول بيفضل وقت كتير على النار. والله ما اخد وقت مني خالص ولا احتاج مني ميه اصلا ان انا ازوده. طبعا كده انا حطيت الميه دي عليه وهنرفعه على النار لحد ما يغلي. وقت ما يغلي نوطي عليه. مستوي بقى هنرجع لكم تاني. ده بقى منظره بعد ما استوى، ما خدش وقت معايا في السوا خالص. وهو وقت ما غلى معايا انا وطيت عليه النار لحد ما استوى. ودي منظره كده بعد ما استوى. شايفين ما شاء الله. انا طبعا بمسك الحبايه في ايدي كده، الحبايه مستويه خالص وبقت زي الزبده كده في ايدك، ولا القشريه طلعت منه ولا فرغت ولا حاجه، مستوي كله. وده شايفين ما شاء الله. ده كده منظره هو بعد ما خلص وبطريقه سهله خالص وما خدش وقت ولا تشتري فول من بره ولا حاجه. طبعا ده انت عاملاه بايدك انتي، واللي معمول بايدك انتي وفي بيتك انتي بيبقى طبعا حاجه تانية خالص. سيبه كده دقيقه بس على النار اهون. شايفين ما شاء الله، يعني هو لافف معايا خالص اهون والميه بتاعته مش كتير عليه. شايفين بقى وانا بغرفه كده في الطبق. شايفين ما شاء الله لون الفول وجماله بصراحه زبده الزبده. وبكده يا حبايبي ده كده الفول بتاعنا بعد ما خلص. وطبعا انتوا شفتوه طبعا في بداية الفيديو. ده كده المنظر النهائي بتاعه. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش لو انتوا لسه جداد في القناة ما تنسوش لايك اشتراك تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كل سنة وانتوا طيبين واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.